يروح فين؟ انتي قلبك راح ازاي للتخصص ده، التخصص الصعب ده الغريب ده وطلعتي ازاي؟ خدتي انتي طبعا خلاص، ما احنا فهمنا بقى انتي منفتحة من وانتي صغيرة على ثقافات كتيرة، وقادرة تتكلمي وتبقي اكسبوزد لناس كتير، فتفهمت قوي موضوع انك تطلعي في التلفزيون وتستخدمي ازاي مفردات راقية، لانه تربيتك كانت كده. انما قلبك راح للتخصص ده ازاي؟ ده كان يعني صدفة بحتة، يعني بقدر الله كده. أنا كنت بدأت أصلا كاريري الطبي، كنت جراحة، امم. بس كنت حامل في دينا. ودينا كانت لما اتولدت كانت طفل لا ينام. امم. انا كنت فاكره ان انا عادي هاخد اجازه الوضع زي كل الامهات وارجع الشغل. لا طبعا، ما كانش في نوم هي لغاية بجد يعني، دلوقتي لا ولحد تنام. هي هايبر موت، مش ما معقول. عارفه محطوطه في الكوبس، عايزه اه. اشدها بالكوبس شويه. فما عرفتش ارجع الجراحه. الجراحه محتاجه شغل يوميا 10 ساعات، ومحتاجه احيانا بيات، واحيانا فولو اب مع المرضى بشكل فيه تركيز عالي. وكنت كمان بذاكر الماجستير، ما عرفتش اعمل كل ده. مم. فغيرت التخصص، رحت تخصص اكاديمي جوه مم. القصر العيني برضو، مم. ما زلت استاذ في القصر العيني. مم. فلقيت اللي كان درجاتي عاليه فيه، وكان اقدر ان انا اتخصص فيه، يعني كان الطب الشرعي. مظبوط. في عجاله كده، كان الماجستير بتاعي عن التشايلد ابيوز، اللي هو ايذاءات الاطفال. الدكتوراه حبيت ان انا اخد تخصص جوه ايذاءات الاطفال، فخدت الايذاءات الجنسيه. مهم. فعلشان اعزز التخصص ده، بدات اعمل قراءات في العلاقات الجنسيه السويه، عشان اعرف ليه في علاقات جنسيه غير سويه. مم. ولقيت ان هو شدني جدا فكره علوم الجنسيه، انا ما كنتش اعرف عنها حاجه، ما درسناهاش بشكل كافي في كليه مم. الطب. مهم. فلما خدت الدكتوراه بدورت بقى على تخصص ده، لانه شدني جدا. وخدت الدكتوراه التانية من امريكا، من مم. من فلوريدا.